قصة المال. علشان تعرف ازاي تعمل فلوس لازم تفهم هي بتتكون من ايه. كل الفلوس في العالم هي عبارة عن شوية ورق ملوش قيمة، لكن الاحتياج والرغبة هما اللي بيصنعوا القيمة للورق ده. هنا هنتعلم قصة الورق ده ايه وبيتكون من ايه، ونظام صرف العملات العالمي، وليه الدولار هو الأقوى. في البداية زي ما قلنا قبل كده إن الإنسان كان بيبحث عن احتياجاته الأساسية وبس، وبيحاول يلبي الاحتياجات دي، وكان كل فرد عامل وبيستخدم نظام المقايضة، وده كان احتياج مقابل احتياج أو سلعة مقابل سلعة. أنا أديك رز وآخد منك خبز، وحصلت مشكلة إن ممكن أكون عايز اللي عندك بس أنت مش عايز اللي عندي، وهنا مبدأ المقايضة هيبقى غير عادل. وكان الحل إننا ندور على بديل لقيمة ثابتة الكل يتفق عليه وكل الناس تحتاجها. وهنا كان الاختيار الأنسب هو الذهب، وبعض الأماكن كان الذهب والفضة، وفي بعض الأوقات كان البرونز، لكن كان الأكثر قيمة في الثبات هو الذهب. وبدأت الناس تتعامل بالذهب، ومع اتساع عالم الأعمال والتجارة الذهب بقى مشكلة لأن وزنه كبير وفيه خوف إنه يتسرق، خصوصا في أعمال التجارة ما بين المدن والبلاد. وهنا جت أول فكرة للبنوك. واحد اسمه جولد سميث عمل فكرة إن الناس تشيل الذهب بتاعها عنده ويديهم إيصال مقابل جزء بسيط من ذهبهم، هامش ربحي. من هنا بدأت فكرة الأوراق المالية والفايدة. لاحظ جولد سميث إن الناس بدأت تتعامل بالأوراق دي علشان أسهل، وقيمة الورقة مكتوب عليها كمية الذهب المودعة عند جولد سميث، بالإضافة لأن مش كل الناس بتروح تطلب الذهب بتاعها، وده اللي شجعه إنه يطبع الورقة أو الإيصال، وسماها IOU أكتر من الذهب اللي موجود عنده. ودي أول فكرة لعملية التضخم النقدي. ومن هنا كانت نشأة نظام المخزون الجزئي البنكي. يعني لما تحط مثلا 100 جنيه في البنك، بيحصل إن البنك يطلع قرض ب90 جنيه من فلوسك، ويسيب 10 جنيه عنده معتمد على إن عميل تاني هيودع فلوس، بحيث إن لو أنت رجعت تطلب فلوسك هتلاقيها، بالإضافة لأن مش كل الناس هتطلب فلوسها في وقت واحد. الفكرة دي بدأت تنتشر ما بين المدن والبلاد، وكل بلد أو مدينة عملوا نظام بنكي خاص بيهم. وبقى في مشكلة جديدة، الاستيراد والتصدير، لأنك لما بتشتري بالسندات ديت من بلد لازم الطرف التاني علشان يحصل على الذهب بتاعه يسافر للبنك اللي صدرت منه الورقة دي، وطبعا دي كانت تكلفة عالية جدا. فكان بيتم خصم حق السفر واسترداد الذهب من أصل الورقة النقدية. يعني لو انت اشتريت ورقة ب100، أنا هحسبها 80 بس. ودي كانت سياسة غير محببة لناس كتير. كمان بدأ التضخم النقدي يظهر، والناس تحس إن الورق بقى أكتر من الذهب، وحصل البنك ران. الناس تجمعت حول البنك مرة واحدة علشان تسحب الذهب بتاعها، واكتشفوا إن مفيش ذهب يغطي كل الورق ده. من هنا بدأت فكرة البنك الواحد للدولة، اللي هو البنك المركزي اللي بيساعد البنوك المحلية ويمنع إفلاسها، بالإضافة لطباعة عملة موحدة لشكل الورقة مع الحفاظ على غطاء الذهب. يعني مش هنطبع ورقة إلا لو في ذهب قدامها. ولما قامت الحرب العالمية الأولى، معظم الدول تخلت عن موضوع الغطاء ده علشان تمول جيوشها، وبدأت تشتري معداتها من أمريكا مقابل الذهب. وبعد انتهاء الحرب العالمية التانية أصبحت بريطانيا مديونة لأمريكا، وفرنسا مديونة لبريطانيا، واللي اتهزم ألمانيا فهي المفروض تدفع. عملوا اجتماع في بريتون وود سنة 1944، ولقوا إن تقريبا تلتين ذهب العالم عند أمريكا، وأمريكا هي أقوى غطاء ذهبي. قالوا يبقى نربط عملتنا بالدولار الأمريكي اللي هو متغطي بالذهب. وسنة 1969 جه شارل دي جول الرئيس الفرنسي، ما عجبوش الوضع لأن الدولار كان واخد أكبر من حجمه، أوفر فاليو، فبعت سفن عليها دولارات وطلب من أمريكا يبعتوا دهب مقابلها. وبدأت دول تانية تعمل نفس الموضوع. في الوقت ده كانت أمريكا بتستنزف مواردها في حرب فيتنام، فطلع الرئيس الأمريكي نيكسون وأعلن تعويم الدولار، يعني التخلي عن غطاء الذهب للدولار. بس اللي حصل بعدها إن الدول قلدته ودخلت عن غطاء الذهب، وفضلت العملات مرتبطة بالدولار بس على أساس العرض والطلب في السوق، مش على أساس غطاء الذهب. وأصبح الدولار هو أقوى عملة عالمية ومدعومة بشكل مباشر من العالم كله. وبقى كل البنوك المركزية في كل العالم بتطبع على الغطاء الذهبي والاحتياطي النقدي من الدولار. وكل ما ارتفع الاحتياطي من الدولار ارتفعت قيمة العملة المحلية، والعكس صحيح. وهنا نبقى وصلنا لنقطة مهمة جدا، وهي إن الفلوس عبارة عن ورق، والقيمة بتتمثل في حاجات تانية. ودي أهم فكرة لازم تدركها، لأنها هتفيدك جدا في طريقة تفكيرك. ما ينفعش تفكر في الفلوس وتقول عايز أعمل فلوس، لازم تفكر في القيمة اللي ورا الفلوس،
ولازم تعرف إن الناس بتدفع فلوس في القيمة، فلما تحب تعمل فلوس يبقى لازم تصنع قيمة الأول، ودي هتبقى المصدر لجني المال.